ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل بسكوت العسل بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبك قوي، وبمقادير اقتصادية جدا جدا جدا. كل اللي محتاجين له كوباية عسل اسود، نص كوباية سمنة او سمنة على زيت او زبدة اللي موجود عندك، بيضة واحدة، فانيليا، 3 كوبايات دقيق وبيكنج باودر ورشة ملح، وشوكليت شيبس للتزيين. هناخد بقى في بولة كده، هنحط كوباية العسل، عليها البيضة، عليها الفانيليا، ونقلب كويس قوي لحد ما يمتزجوا ببعض كويس. بعد كده نحط عليهم نص كوباية السمنة، أو زي ما بقولك لو زبدة أو سمنة على زيت اللي موجود حطيه، وهندوب بقى في بعض كويس كده. بعد كده هنبدأ نحط الدقيق، طبعا الدقيق لازم يتنخل، وهنحط مع الدقيق رشة الملح والبيكنج باودر. حطيه على 3 مرات كده، كل مرة تحطي الكمية تنخليها كويس وتحطيها كده وتقلبيها بالمعلقة لحد العجينة ما تتلم معاكي. لو لقيتيها طرية شوية وخلصتي 3 كوبايات الدقيق، ممكن تحطي نص كوباية كمان. كده حطينا اهو البيكنج باودر ورشة الملح. نلم بقى العجينة معانا، سهلة خالص وبسيطة، وفي نفس الوقت طبعا العسل مغذي جدا للأطفال. هتطلع بقى العجينة بالشكل ده زي ما انت شايفة، طرية كده. انا حطيت بقى ورق زبدة في الصاج كده، وحطيت بقى بالقطعات الصغيرة دواير وقلوب ونجوم، عملتها أشكال كده، وزينت الوش بالشوكليت شيبس. وهي هتدخل الفرن 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق وطلعيه على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 من تحت بس، ما تفتحيش الشواية. هيطلع سواه حلو جدا. وزي ما بقولك الكمية بتاعتنا النهاردة دي عملت 2 صاج من السيجان الكبيرة دي. زينت بقى الوش بشوكليت شيبس كده ودخلته الفرن. طلع بقى السوا اهو، مستوي من فوق ومن تحت كويس قوي، وطعمه جميل جدا وهيعجبك جدا جدا. ده شكله، وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.